سلام سلام البنات، مرحبا. اليوم راني جيتكم بوصفه تبييض وتقشير للوجه. مادام انا دخلنا في فصل الخريف سي بون صاي ماش كاين بحر وكاع، هاد الوصفه لازم نديروها ما نقابلوش بها الشمس بزاف. عندنا فرماج اللي هو مبيض للوجه ومقشر نفس الشيء، وهنا عندنا قهوه هي تستعمل باش نقشروا الوجه كوماج معروفه، مدارين نزيدوا معاها ثاني زيت زيتون. وهنا بيكربونات بريسك كيما من ديكابي وجهك، بيكربونات تستعملوا لهذا الشيء. ولي تبغي نزيد ليمون، بصح الليمون مش مع البيكربونات. عندكم كي ديروا فرماج والليم والقهوه ومغرف صغيره مايزينا للوجه، ومن تبغوا تستعملوا لي زيسالو لما مناطق حساسه هكا تزيدوا بيكربونات مغرف صغيره. دروك غادي نبدا معكم الطريقه واللي هي حطوا الحبه تاع الفرماج، معروف باللي هما يقلعوا لي غيد مليح، يعني اي ماسك ينشف على الوجه هو يساعد على باش يقلع التجاعيد من الوجه. صاي نخلطوها مليح مليح، نقلعوا كاع هادو كذبذوبات. واللي تكون عندها تاع السيليكون مليحه كاع، خاطرش تاع السيليكون ما خير. انا لحسن حد ماش متوفر معايا تودرت، غادي ندير كيما هكا. هذه القهوه والفرماج والمايزينا، غادي نزيد شويه مايزينا اللي مكثره القهوه. هذا الوصفه غير للوجه، غير للوجه اللي فيها اللي تخاص تاع الخيمه، اللي فيها اللي تخاص تاع البوني تاع البوركيني، كاع رانا عايبين من وجهنا مع البحر والصيف وكاع. ومام كاين بلا بحر تبرونزي، هذه هي تاع الوجه. اللي تبغي تزيد شويه ليم تزيد شويه ليم، انا برك راه في الكونجيلاتور ما توفرش معايا. هذا هي تاع الوجه. واللي تبغي تستعملها المناطق الحساسه وكاع والتبييض والتبييض فوري، واللي تبغي تبييض فوري تزيد مغرف صغيره بيكربونات. صايبه هاكا درت شويه ونزيد شويه ونخلطها مليح. صايبه وتخليها الماسك ديريه ما تنحيش تمتم، ديريه تخليه هكا بوندون 10 مينوت يتفاعل. من بعد ما يتفاعل نديروه على البشره تاعنا، وثاني نخلوه 10 مينوت. ومن تشوفيه بس على البشره تاعك، انا دروك درته راني عاده ما خليتهاش يتفاعل 10 دقائق، غير برك باش نوريكم طريقه تدليق. ديريه مليح، اللي تبغي دير بصباحه دير بصباحه ثاني مليحه، ما كانش كيما اللي تخليه يشوف ثاني 10 دقائق. من بعد 10 دقائق تقعدي تقومي فيه، من مور ما تقوميه مليح مليح تغسليه. صايبه